طيب اتكلمت على طبعا افتتاحيه البطوله وانها قد ايه بسيطه قد ايه جميله، لكن عبرت عن الشكل الموجود في مصر الحقيقه، والاستاد العظيم، استاد العاصمه الاداريه، استاد مصر طبعا. وفي نفس الوقت يعني تاريخ كره القدم في مصر، امور كتير كانت الحقيقه في هذه الافتتاحيه. في نفس الوقت عن منتخبنا الوطني ومنتخب كرواتيا الحقيقه النهارده بيعمل زياره لمنطقه الاهرامات، وطبعا دعايه جميله لبلدنا، دعايه جميله للامور اللي ممكن تكون تاريخ في العالم، كل انحاء العالم كلها نفسها تحضر وتشوف الاهرامات الحقيقه، في ظل طبعا شهرتها الواسعه على مدار طبعا التاريخ الطويل لدوله مصر الحقيقه، اكثر من 7000 سنه. حتى يعني لما جم النهارده بعد ما اخذوا الصور، لما جم نزلوا على تويتر الحقيقه قال لك اعجوبه كره القدم في العالم. ده طبعا على تويتر الرسمي للمنتخب الكرواتي او الاتحاد الكرواتي لكرة القدم. قال لك اعجوبة كرة القدم في العالم بتزور اعجوبة العالم القديم، وبالتالي طبعا شهرة واسعة للاهرامات، شهرة واسعة لمصر. ان شاء الله دايما كده في العالي، ان شاء الله دايما بلدنا من خلال حضارتها وعراقتها تفضل مستمرة بحضارتها وعراقتها بامر الله. طيب ده الشكل طبعا مودريتش وكل نجوم المنتخب الكرواتي في منطقة الأهرامات، والزيارة مهمة جدا، وزيارة أكيد هتكون ليها صدى أكيد بالنسبة لمصر وكرة القدم في مصر الحقيقة بعد هذه البطولة ونجاحها الحمد لله، من خلال الافتتاح، من خلال كمان إن شاء الله اللي هنشوفه في المباراة النهائية وختام هذه الدورة بأمر الله. خليني أرحب بكابتننا الجميل